صباح الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. الفيديو النهاردة هيكون عن منتج انا اتكلمت عنه في فيديو قبل كده، عملت له ريفيو مخصوص لوحده. وانا دلوقتي شلت الفيديو وعملت الفيديو ده علشان اوضح لكم الموضوع. انا كنت عاملة فيديو عن اسمه تجربتي مع كرياتين بلس. ده شكله، ده شكل العلبة بتاعته. كنت عاملة الفيديو ده في شهر 10 اللي فات 2014، يعني 10/2014. ولما عملت الفيديو ده كان مثلا العلبة دي كانت رقم 4، يعني كان بقالي مثلا حوالي سنتين بستخدم الكرياتين بلس ده. كان ممتاز وجايب نتيجة حلوة جدا، وجربته زي ما انا اتكلمت عنه كتير حلو قوي يعني في الفيديو، فمش هعيد الكلام تاني. وكان حلو قوي وجربته على شعري وعلى شعر اختي كمان، رغم ان احنا فتلة شعرنا مختلفة، لكن كان علينا احنا الاتنين كويس جدا وممتاز. علشان كده عملت الريفيو بتاعه ونزلت الفيديو. طيب انا دلوقتي اشتريت السنة دي في شهر رمضان اللي فات، رمضان 2015، اشتريت ده نفس الماركة دي، بس ده الاعلى منه، يعني هو فيه سيلفر وابيض وسيلفر وجولد، فضي وذهبي. المفروض الفضي ده اعلى من الابيض كنتيجة، يعني المفروض يدي نتيجة اعلى، وان هو مخصوص على كلام الراجل اللي بيبيع عند سمير ويليام، انه مخصوص للشعر المصبوغ عشان ما يوقعش لون الصبغه. لان انا ده لما اتكلمت عنه قلت بيفتح لون الصبغه درجتين تقريبا او 3 كمان، ف ده المفروض حتى لو انتي صبغه شعرك ما يضيعش لون الصبغه، بيحافظ عليه زي ما هو، ما فيش مشكله. اشتريته على هذا الاساس، وان هو اقوى من الابيض، وان هو ممتاز وحلو وجميل. حقيقه كان سعره، هي دي 200 ملي، وكان سعره 750 جنيه، معاه البلسم نفس الحجم والشامبو نفس الحجم 200 ملي برضو، يعني 3 علب دول ب 750 جنيه اترموا على الارض. ما عملش اي حاجة خالص خالص، حاجة سيئة جدا، كأني ما حطيتش اي حاجة على شعري. بعد كده كمان يعني في حاجة غريبة الراجل البياع قالها لي وانا ما اقتنعتش بيها، ودخلت على الموقع ما لقيتش الكلام اللي هو بيقوله ده خالص. وكمان انا كنت بستخدم من تجربتي مع ده انه عادي الشامبو بتاعه بستخدمه لغايه لما يخلص. ده قال لي الشامبو ما تستخدموش غير مره واحده علشان هيبوظ لك الكرياتين. طب اقول له ليه؟ ازاي يعني يبقى حجم 200 ملي الحجم ده كله استخدم منه؟ هستخدم في المره الواحده دي قد ايه؟ شويه قد كده، مش هيكملوا وهرميها. قال لي فما اقتنعتش يعني بالكلام اللي هو قاله ده، وهو رأيه يعني ان هو ليه استخدمه مرة عشان مكتوب عليه ستيب 1. طب ما ده مكتوب عليه ستيب 2 والبلسم ستيب 3، يعني انا طب بتبيعولي ليه كله مع بعضه لما هو ملهمش لازمة؟ يبقى بيع الكرياتين بس. قعدت اتناقش معاه كده، ما وصلتش معاه لحاجة طبعا، وهو مقتنع باللي هو بيقوله. دخلت على الموقع ما لقيتش طبعا الكلام اللي هو قاله ده خالص. التعليمات اللي مكتوبة هنا، المكتوب ان هو ترجعي للتعليمات اللي على الورقة، او يعني في زي ارشادات كده في ورقة. طب هما ما ادونيش اصلا الورقة دي، هما بايعين لي دي كده في كيس، دي والعلبة التانية، ورحت حاسبت عند الكاشير وخلاص الموضوع خلص. الابيض لما كنت شارياه كان بيجي متغلف مع بعضه ال3، الشامبو والبلسم والكرياتين، وكان بيجي معاهم CD في التعليمات بتاعت ازاي تستخدميه، وفي ظهر الكرتونة بتاعت CD التعليمات برضو مكتوبة. ده بيبيعوه كده من غير حاجة، ولا معاه ورقة ارشادات ولا معاه حاجة خالص، مش مكتوب عليه تاريخ صلاحية ولا تاريخ انتاج، هو منتج امتى وصلاحيته قد ايه، ينتهي في تاريخ كذا، مفيش. الابيض ده كان مكتوب عليه العلامة بتاعت يا رب بس اهي دي، اللي هو من تاريخ الفتح 12 شهر. ده مش مكتوب عليه اي حاجة خالص، ولا تاريخ صلاحية
ولا هيخلص امتى ولا اي حاجه خالص، ولا انتجوه امتى، مش مكتوب عليه حاجه خالص. وما عملش حاجه خالص في شعري، كأني ما حطيتش حاجه يعني. ف انا كنت هعمل شكوى في حماية المستهلك وسألت فعلا، بس لقيت انه ما ينفعش بالريسيت اللي هو بيديه ده، الورقة اللي بيطلعها دي ملهاش اي لازمة. هم عايزين حاجة اسمها فاتورة ضريبية علشان يبقى عليها السجل التجاري بتاعه ومش حاجة كده يعني. في حماية المستهلك هم عايزين ورق معين، انا مش معايا الورق ده، انا اشتريت المنتج ده وما طلع وحش ومعيش الحاجة اللي تخليني اعمل شكوى. فانا عملت الفيديو ده علشان اقول لكم انه لو حد منكم كان شاف الفيديو اللي فات، هو كان كويس وقت لما انا عملت الفيديو، وكانت رابع مرة استخدمه، ودلوقتي اشتريته. انا معرفش هل هو مغشوش، هل هو عملوا فيه حاجة، معرفش بصراحة. بس حاجة سيئة جدا يعني. فانا حبيت ان انا اطلع اوضح، وعايزة اقول انه انا لما بقول على حاجة عجبتني بتبقى فعلا عجبتني، لانه انا يعني انا مش مستفيدة اي حاجة ان انا اقول لكم على حاجة حلوة وهي وحشة لكن انا بقول تجربتي مع الحاجة وبكل امانة وبكل صدق. والعادي طبعا انه اللي بيناسبني ممكن ما يناسبش غيري، والا ما كانش يبقى فيه تنوع في المنتجات. ممكن حاجة تناسبني ما تناسبكيش والعكس. كمان عايزة اقول انا شلت الفيديو بتاع كرياتين، تجربتي مع كرياتين بلس، للسبب ده علشان محدش يشوف الريفيو ده ويقول انه حلو ويروح يشتريه ويتدبس في الفلوس دي كلها يرميها كده في الارض. عايزة اقول حاجة كمان، في بنت تقريبا اسمها دايموند ايجيبت، يا رب اكون فاكره الاسم صح، لان انا عشان مسحت الفيديو فللاسف يعني المفروض كنت اخد يعني اسجل الاسم كويس، بس انا اللي انا فاكراه ان هو كان دايموند ايجيبت. كان عندها نفس المشكله يعني، بعد ما انا اشتريت ده على طول وجربته ولقيته كده، لقيتها هي بتعلق يعني، تقريبا اشتريناه في نفس الوقت. قالت لي ان هو وحش جدا، وان هو معرفش هي جابت ده ولا الابيض يعني، مش عارفه. المهم ان هي جابت كرياتين بلس ده، وان هو ما عملش حاجه وما فردش حاجه. وفعلا انت عندك حق، هو حاجه سيئه جدا. واحنا كنا اتكلمنا في ان احنا نعمل شكوى سوا في حمايه المستهلك، بس انا نتيجه ان انا مسحت الفيديو مش عارفه اتواصل معاكي اصلا. فهو للاسف ما ينفعش بالريسيت اللي معانا ده خالص، هو عايزين فاتوره ضريبيه. بس كده، هو ده كان الفيديو بتاع النهاردة. وانا عملت الفيديو ده عشان بس زي ما قلت للأمانة يعني، ان انا قلت عليه حلو وممكن حد يروح يشتريه، وهو فعلا هو انا اعتقد ان هو بقى مغشوش يعني، معرفش معلهوش اي حاجة تقول اي حاجة، ولا تاريخ صلاحية، ولا هو فين، ولا معاه الورقة اللي المفروض تبقى معاه، معهوش اي حاجة. فحبيت اوضح الموضوع ده، وهو ده الفيديو بتاع النهاردة. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات جاية قريب. ومعلش لو انا شكلي كده حاسة متنرفزة، بس انا يعني اتنرفزت تاني لما اتكلمت في الموضوع دلوقتي بتاع الكرياتين ده. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات تانية. ولو عندكم اي اقتراح اي استفسار سيبولي كومنت وهتواصل معاكم. الاكونت بتاع انستجرام وفيسبوك هتلاقوه في الديسكريبشن بوكس في صندوق الوصف تحت. وان شاء الله اشوفكم على خير قريب. كنت معاكم نسرين مصطفى، اشوفكم على خير، مع السلامة.